يلا بقى مصطفى، بيتزا هات نزلت بيتزات جداد تمام، وانا بصراحه مش متفائل بيهم قوي لان عاملين لك بيتزا بالبسطرمه وبيتزا بالسجق وبيتزا ثالثه كده، فهنجرب الثلاثه النهارده. تعالوا بقى نشوفوا هل هو اختراع ولا في الضياع، وقولوا لي في الكومنتات مين اللي بيقول الجمله دي، وبقول لك ايه ادخل شوف. بصوا يا جماعه احنا جبنا 3 بيتزات، واحده بالبسطرمه واحده بالسجق واحده بالشاورما فراخ. يلا نشوف. يلا بينا. يلا شاورما فراخ سجق بسطرمه. نبدا بأنهي واحده؟ فوق للسجق. طيب نبدا بالبسطرمه. دي بقى البيتزا اللي بالسجق، حط عليها كميه سجق ايه مع شويه الفلفل والبصل، العجينه بتاعتهم البان. ما هو عارفه كمان طالع عين. بقى بيبسي مشروب غازي. مشروب غازي من اللي هو، واعمل لي بلور عليها والنبي الله يبارك. ماشي علشان ما يبقوش يكلمونا. انا بالنسبه لي عامله زي البيتزا اللي انت بتعملها في البيت بالظبط، يعني اللي هو تحطش عليها شويه فلفل مع بصل مع طماطم وشويه سجق عادي، اللي هو تجيب سجق من السوبر ماركت تقطعه، وفيها طعم من البيتزا بتاعت النادي بتاعت زمان دي. لو عارف لما تطلع من البسين وتروح قايل لمامتك اعملي ايه، بيتزا معجنه كده شويه واللي هي بيتزا ايه مليانه خضار مع سجق، وتطلع من البسين بتموت من الجوع وعمال تاكل فيها. بس هي بيتزا عاديه بالنسبه لي. الراجل بيتفرج عليها حبيبي عامل ايه، ما بشكرش فيها خالص. حبيبي جنة. البيتزا بصراحه عادية قوي، يعني لا هي وحشة ولا هي حلوة، بس مش اختراع يعني. فتسألني بيتزا هات تاخد كام من 10 في السجق، اديها 7 من 10، واختراع ولا في الضياع في النص. دي بقى البسطرمة، ودي اللي هو الراجل بتاع الاختراع ولا في الضياع عجبته قوي تمام. فانا نشوف عجبتني قوي ولا ما عجبتنيش قوي عشان هو جاي بقى. نشوف. دي مش بيتزا بالبسطرمة برضو ايه، دي زيتون وطماطم من غير بصل وفلفل. الله وحش قوي. رجع لك بالنوستالجيا شويه. حاجه ثانيه بعد البسين. عارف لما كنا بنبقى في كلاس المدرسه وبيبقى عندنا ديش بارتي وكل حد يجيب بيتزايه معاه مثلا او كيكه او ايا كان. دي بقى البيتزايه بتاعت صاحبك اللي امه عاملاها في البيت، ومقنعاه ان هي دي جايباها من بره اساسا. تمام. جايبها فعلا في كرتونه بيتزا. بالظبط. هي والله العظيم عامله زي بيتزات العيد ميلاد وبيتزات. انا بالنسبه لي بيتزا هات اصلا مش من الفانز قوي بتوع بيتزا هات، انا بحب بابا جونز اكتر. هي بيتزا معموله في البيت والله العظيم، يعني عارف العجينه بتاعت مونجيني اللي انت كنت بتجيبها تروح حاطط عليها التوبينجز وتروح مدخلها في الفرن وتخرجها. البسطرمه حادقه شويه، ودي بتعجب الشخص اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا مدين له كريدتس الفيديو دوت، بس ما بتعجبنيش انا. لو هختار ما بين السجق والبسطرمه هختار السجق. دي كام؟ 6 من 10. دي بقى احنا يا جماعه طلبناها على مزاجنا عشان العرض بتاع الميديوم هم 2 ب 179 جنيه او ب 180 جنيه، ودي الواحده اصلا قصدي لا الاثنين ب 205 ودي الواحده ب 179 جنيه، بس احنا طلبناها ستافد كراست. دي اكتر حاجه بحبها في بيتزات اللي ستافد كراست. ودي شاورما فراخ. هو لما طلعها قعدت اساله متاكد ان دي شاورما؟ قال لي دي شاورما. قلت له متاكد ان دي شاورما؟ قال لي شاورما. قال لي اثبت لك انها شاورما؟ حط لي خيار مخلل. شاورما. تعالى ندوق بقى. دي اكتر واحده مش متفائل بيها. يرجع لي بقى بالنوستالجيا ورا. عارف بقى اوحش حاجه اكلتها في حياتك من زمان؟ دي اوحش منها. قشطه. انت ممكن تسيب البيتزا اللي جوه دي وتاخد الحته اللي بره طعمها حلو قوي. اقول لك انا بقى دي البيتزا دي السبب بتاعت ايه؟ عارف انت زمان وانت في فريق كوره وانت صغير لما كنت تطلع مطوشه تمام، وبعد الماتش تخلصوا وتروح محل بيتزا معاك، اللي هو بيبقى جنب النادي الوحش قوي دوت فاهم، وعمر ما حد بيشتري منه غير اللي هم اللي بييجوا يلبسوا فيه. بيلبسوا فيه بالظبط. بص بقى انا بالنسبه لي ديت هي مش شاورما فراخ اصلا، حتى لما كان بيحط الفراخ انا ما عجبنيش شكل الفراخ وهو بيحطها، تحسها دراي قوي ومستويه من قبلها وبتاع فاهم، فانا ما عجبتنيش قوي بصراحه. وكاوفر اول بيتزا هي احلى حاجه فيها الستافد كراست، والباقي يعني لا خلاص. لا يمكن اكتر حاجه عجبتني كانت السجق، مع انها طعمها شعبي شويه بس طعمها حلو، عارف اللي هي البيتزا الحرشه دي. تاني حاجه تيجي بعده هي البسطرمه، وتالت حاجه ما تجيش خالص يعني خلاص بلاش ديت تمام. اوفر اول بيتزا هات. خلاص انت لسه في اوفر اول. اقفل يا مصطفى. اقفل بقى يا مصطفى.